السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي 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 قوي. معلش بقى طولت عليكم في الغيبة الفترة اللي فاتت ديت، بس ان شاء الله هقول لكم بقى ايه اللي شاغلني الفترة اللي فاتت ديت. بس هخلي لكم بقى ان شاء الله فيديو مفاجأة كده. تعالوا بقى النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل محشي كروم وهنعمل فرخة. شفتوا الفرخة ديت؟ الفرخة دي مسلوقة مش مشوية ولا اي حاجة. هقول لكم ازاي عملت الفرخة اللي شكلها دي يفتح النفس ديت. ويلا بقى ايه، نكمل الفيديو معانا. هنسمي بقى بسم الله وهنعمل ايه. هنجيب بصلايه ونبشرها. عايز تقطعها ناعم على ايديكي ماشي، حط عليها شويه ملح وشويه فلفل وشكرا على كده. عندك بقى الفرخه بتاعتك اهي، تمسكيها. طبعا احنا غسلناها بالملح والليمون وظبطناها وخليناها زي الفل. وتمسكي بقى التتبيله اللي احنا عملناها ديت، تحطها بين الجلد وتحطها في جوه الفرخه من بره. التتبيله دي ايه لازمتها؟ هتشيل بص اي زفاره في الفرخه، وفي نفس الوقت هتخلي الفرخه طعمها حلو قوي. يعني تبقى مسلوقه وتيجي تاكليها تحسي انت بتاكلي فراخ مشويه، مش بتاكلي فرخه مسلوقه بقى في شويه شوربه كده وخلاص. زي ما انت شفت بقى، انا مسكتها ده يعني ايه. عملت البصليه بالملح والفلفل فيها كلها، والميه عندي كانت على النار اهي بتغلي. سمي بقى بسم الله كده وانزلي بالفرخه، وانزلي برضو بالملح. واللي عندك بقى البكور جرنيه اهوت، عندك بقى البصلايه طماطمايه برضو نحطها تاني. نحط جزر، ورق راوله، حبهان، ملح وفلفل. ويلا بقى ايه، ونسيبها مع بقى ايه مع نفسها بقى تستوي. زي ما احنا قلت لكم قبل كده، الفرخه بالظبط بتاخد على النار ساعه وربع. ساعه وربع بتبقى الفرخه ما شاء الله مستويه وزي الفل. تتبيله البصل دي تعمليها وهتدعيلي، والله بجد هتدعيلي. خلاص بقى سبتها مع نفسها كده. وجيت ايه، المحشي اهوت. الحقيقه المحشي ديت يعني حد غالي عليا كان باعتها لي. عارف بقى الفتره اللي فاتت دي ايه، ان انا مشغوله كده شويه، فبعتها لي جاهزه. فانا هعمل ايه جنبها بقى؟ قلت اعمل لحمه، لا انا بحب المحشي الكرنب. يبقى جنبه ايه؟ يبقى جنبه بسم الله اهو. يبقى جنبه الفراخ، ما بحبش جنبه يبقى لحم. اهم حاجه الكرنب اليومين دول إيه بسم الله ايه، ما يزودلوش الشوربه قوي، لان الورقه بتاعته تبقى رقيقه قوي. احلى بقى التاتش بقى تحطيه على المحشي الكرنب. قطعها قرن فلفل كده. بتحب المحشي الكرنب بيبقى سبايسي، قطعها قرن شطه. هيبص هيخليه ايه مولع، وفي نفس الوقت بيدونه نفس حلو قوي. حط بقى معلقه زيت كده ذره. حابه مش حابه تحطي معلقه زيت، عندك معلقه سمنه فلاحي حطي، بتخلي طعمها حلو قوي. الفرخه زي ما قلت لكم اهمت، ما كملتش كيلو ساعه وربع وكانت خلاص استوت. هنشيلها بقى وهنسيبها تهدى، وبعد كده ايه هنحمرها. شايفين المحشي بقى؟ ما اقولكوش ريحته كانت تحفه. انا عملت معاكم المحشي بص من يعني من اول ما كنا بنصلص كذا مره. عشان كده يعني ايه، ما الصراحه كمان الحاجه المحشي دي مبعوتالي. فقلت بقى كفايه بقى يعني لو انت اول مره تتفرج عليا وشايفه المحشي كده شكله حلو يفتح النفس، عندي فيديوهات كتير على طريقه بص اعملي المحشي من اول خالص ما تسلقي الكرنب وتصلصي، والتكات بقى والحركات اللي بتخلي المحشي الكرنب بتاعك يبقى مميز. الجيران كده يشموه يقولوا الله، جيب لنا طبق. شايفين ما شاء الله اصلا شكله يفتح النفس. الشتا جاي بقى، بصوا هنقضيها بقى ان شاء الله محاشي. وطبعا تاتش الملح والفلفل. مفيش محشي باكله انا لازم بقى خلاص غرفت احط شويه سنه ملح وفلفل صغننين كده، بيخلوا طعمه حلو قوي. العاده دي انا بحاول ابطلها بس ما بعرفش للاسف. اللي انا ارش ملح وفلفل ديت انا ما بحب الاكل يكون ملحه مظبوط. الفرخه بقى زي ما انتم شفتوهم اهي خلاص بعد ما بردت. قمت جايه يا دوبك حطاها تحت الشوايه وقلبتها يعني من فوق شويه، لما من فوق اتحمرت عملتها من تحت. شكلها بقى كان تحفه، وطعمها كان حلو قوي. نفسها حلو. البصلايه اللي احنا عملناها بملح الفلفل دي خلت نفسها ما شاء الله عامله زي المشويه. شايفين المحشي بيلمع ازاي؟ السر زي ما قلت لكم، معلقه الزيت الذره اللي احنا بنحطها على الوش ساعه التسويه بتخليه ما شاء الله بيلمح كده ويبقى ايه، شكله وطعمه يبقى حلو قوي. واهم حاجه زي ما قلت لكم ما تزودوش عقد المحشي وانتوا بتعلقوا عليه، لان الكرنب الفتره ديت بيتهري بسرعه. هو في طبق شوربه وشكرا وعلى كده. اتمنى ان انتوا لو انتوا اول مره تتفرجوا معايا على القناه ان شاء الله تعملوا لي متابعه وتفعلوا زر الجرس على الكل، عشان كل حاجه بعملها لكم
توصلكوا اول باول. شفتوا انا هنا بوريكم الفرخه ما شاء الله استوت اصلا، يعني كانت حوالي 2 كيلو، ما خدتش وقت صراحه في التسويه ولا حاجه. شايفين المحشي عامل ازاي؟ تسلم ايد ست الكل اللي عاملاه. انا بقى هوريكم الفرخه لما اقلبها بقى على الوش التاني. شوفوا شكلها كان عامل ازاي، اصلا شكلها يفتح النفس. ما تقولش ان دي عمرها فرخه مسلوقه كده وخلاص، لا، تحسها فرخه مشويه اصلا. وسلام بقى بعد ما تحمريها تحطي مثلا في حمايه كده وتغطي عليها باي حاجه، هتبقى بصي مشويه رسمي. اهي شفتوا بقى انا قلبتها لكم، شوفوا وشها عامل ازاي. تخيلي بقى دي حطيت معاها شويه حته فحمه كده مولعه وغطيتي عليها، هتجزمي اللي هي دي فرخه مشويه. ان شاء الله بقى استناكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.